لو قاطع مصارعه وما بتفرجش على العروض اخر فتره يا وما بختك. شفتش- والله العظيم يا بختك، وما شفتش بناء راس المانيا للاسف. انا وعلي شفنا ونعرف البناء، فالفيديو ده هيبقى ملخص سريع لكل الماتشات اللي راس المانيا اللي اعلن عنها رسميا، وتوقعنا احنا الاثنين وبس. الفيديو هيبقى متقسم لليله الاولى، دي الليله الاولى والليله الثانيه، وكل تايم ستامب قدامكم دلوقتي هتشوفوه بالدقايق للماتشات كلها، عشان لو عايز تسكيب ماتش انت مش مهتم بيه او حاجه. هنبدا باول ماتش، هو سيس وجونتر. العداوه ما فيها، ما فيش عداوه ولا حاجه، هو كان رو من الروهات اللي كان موجوده مش فاكر تاريخ كام. محاوله من محاولات سيس ان هو يهاجم بول هيمن، نتفاجئ كلنا وننصدم ان جونتر بيهاجم سيس وبيحطه في سليب الهورد. لا، ايه العلاقه طيب؟ ليه عملت كده؟ اهو كده وخلاص. انت ولا بينكم عداوه قديم ولا بينكم تاريخ ولا متهيألي لعبتوا ماتش واحد بس في حياتكم ضد بعض ولا حاجه. كان اسمه وولتر كمان. طب انت اللي عملت كده ليه؟ عشان بول هيمن؟ طيب ما بول هيمن ما طلبش، بول هيمن استغرب. بعدين الرول اللي بعده يحصل نفس الكلام برضه، بس بقى يعني يحصل ما بينهم مشاده اكتر، يعني الاثنين يضربوا بعض مش بس سيس هو اللي يتبهدل. وبعدين نتفاجئ ان جونتر بيروح الباك ستيج وان بول هيمن فعلا طلع مش عارف، قال له انا مش عارف انت بتعمل كده ليه، بس تسلم يا اخينا عادي يعني. قال له بص انا مش بعمل كده بس عشان تسلم وبس وشكرا، انا بعمل كده عشان معروف، عشان اخد منك خدمه. ايه الخدمه دي؟ محدش يعرف، انا اعرفها في بعد راس المانيا، او ممكن تتنسي يعني، هم ممكن ينسوها عادي خالص يعني، هو زي ما بيحصل يعني بيركنوها على جنب، بس المفروض يعني الماتش ده مبني على الخدمه. فدي العداوه بتاعتهم وده البناء بتاعها بجد والله يعني. انا عارف هي 30 ثانيه بس. سريعا كده توقع دي كيو. طب دي كيو ازاي؟ لا يحصل. ممكن مثلا ذا فيجن يخشوا. انت شايف ان ذا فيجن هيساعدوا جونتر يعني؟ عايزين اي حد قوي خلاص مكان برون بريكر المفتوح اللي ملوش اصل ملوش اخر. ايوه بالظبط، اللي ملوش اصل ملوش لسه اخر. لسه راجع، فانت عايز ترجعه على راس المانيا يخسر اول ماتش ليه؟ برضه غريبه يعني، وحشه. ايه دي كيو؟ حلوه قوي دي كيو. انا سبونج بوب مخا وشخا. نخش في الماتش اللي بعده، هو ماتش ستيفن فاكير ضد ليف مورجان على لقب العالم للسيدات. عامة انا يعني انتوا طبعا مستغربين انا بتكلم عن الماتش ده ليه، بس بجد الماتش ده من احسن البناءات في راس المانيا والله العظيم جدا. بخ عارف الكلام ده؟ العداوه بتاعتهم جامده موت وبروتال، الاثنين بيمسكوا بيدبدبوا في بعض بجد. دي اللي زقتها عملت ايوه اللي زقتها كله في دماغها. زقتها في دماغ روكسان بيريز، دماغها اتفتحت وعملت كله وبتاع. وليف مورجان هجمت ستيفن فاكير واختارتها رسميا لما ضربتها بالمايك في دماغها. بدات بقى العلاقه بتاعتهم دي كل شويه تقطع لها. لا دي ما هو في مناوشات زي كده بتحصل كتير، بس بيقولوا في الباك ستيج تقوم التاني ضربها بيقولوا في فيود بجد ما بينهم. الزقه دي بغل. هو في غل ما بينهم يعني علي ده برضه من ايه، علي ميلتزر جابها من ورا كده من مصادر. علي يغدي بوجي يغدي قولوا عايزوا ليه؟ اتكلموا علينا كله هيتكلم عن انا بقول كده برضه والله. وكان في كام برومو وكانوا حاطين معاهم دومينيك ميستيريو عشان هو اللي بيتكلم اسباني، عشان عارف ايه هو حرفيا الكوبري اللي ما بينهم يعني. دي تشتمها وامها، فالثانيه تسالها ليف مورجان قالت لك ايه فتقول لها انت امك كذا، فتقول مش هتماها وقال لها طب اقول لك حاجه يا استاذ عشان انتوا ما ادري اسباسوره عيب. ايه الهيبه دي؟ حاجه تضايق. انتوا ما ادري اسباسوره ايه رايك بقى استاذ؟ والله عيب بجد، مش هقدر اقعد وانت بتقول الكلام ده. والله العظيم ثلاثه. والله ما ايه ده يا جماعه؟ والله العظيم ثلاثه. بس والله عداوه لطيفه يعني، وان شاء الله يبقى ماتشهم حلو في راس المانيا. خش على الماتش ماتش درو ضد جيكا فاتو كان هيبقى حلو قوي. فاكر لما كانوا زمان انت بتشد ليه؟ فاكر زمان لما كان ثلاثي كودي وجيكا فاتو ودرو؟ والله كان في حاجه وكان مش عارفين مين اللي بيضرب مين. فكرة ده يبوظ ده وده يبوظ ده. مشكلتي مع العداوه دي ان هي كانت طويله قوي على الفاضي، وفي كان في فتره ركود في النص. في عداوه في حاجه ماشي، ما في عداوه مش زي جونتر بس في ركود في النص يعني. انت دلوقتي كان عندك المثلث الثلاثه ده، وبعدين جيكوب اتصاب. طيرنا جيكوب بره، وبعدين الاثنين التانيين درو وكودي ده كسب مش عارف اللقب منه، فدخل كسبه منه، فهم بقى خلاص درو فاضي، تعالى لي بقى جيكوب. ده ما عجبنيش. بس مين اللي وقع صف اسنان جيكوب فاتو؟ درو ولا كودي؟ محدش ينفع دلوقتي، وممكن ما يقولوش يعني، ممكن يسكبوا الموضوع عادي يعني. عادي يعني، كروت ورمي فاهم، شقلب ورمي. المهم فالعداوه دي حلوه بالنسبه لي، لان انت لو متابعين اخر كام عرض حد شافهم طبعا، الاثنين بيدعكوا بعض. الاخر عرض سماك داون اللي فات بعد المين ايفنت درو ماكنتاير جيكا فاتو، العداوه دي حلو فيها العنف برضه اللي ما بينهم واللقطات كويسه. هي مشكلتها بس في الركود اللي حصل في النص لما كان كودي معاهم. شيك لي على الركود. ما استاهلش سبسكرايب عشانها دي؟ طب ما استاهلش لايك؟ طيب طب ما استاهلش ماشي. يلا معلش بس يبص على الحاجات دي لو سمحت. اوه التاني واضح عجباني في عداوه ان هو المفروض
شيكا فاتو كان السبب ان كودي يخسر اللقب، فانت انت اتخانقتوا شويه انتوا الاثنين مع بعض وبعدين نسيتوا الحوار كده كده عادي. ياخد اللقب تاني خلاص. انا راضي، انا مرضي. سامحتك خلاص. والحلو برضه في الماتش بتاعهم في راس المانيا ايه ان هو انسكتشن الماتش اللي هو من غير قوانين يعني كسر منه ازاي؟ كسروا بعض دغدغوا. وتوقعنا ماتش درو وجيكوب. معاك المايك علي. الماتش معفنه دي والله، انا عايز غصب عن درو. جيكوب دفعه هتبقى جميله لجيكوب. يا رب يبقى زي باد بلاد بتاع درو كودي. درو كودي درو هليكوبتر في ماتش كمان بنات. انا من كتر مش مهتم هقرا معاكم الاسامي ومش هقول لكم البناء ولا مش مهتم ان هم حاجه خرا قوي. نيا جاكوس لاش ليش بس ايه القرف ده كله؟ ايه كل ده؟ اختصار يعني هو ماتش اتاك تيم وبيلي واللايرا فالكيريا والبيلا توينز. مش مهم البيلا توينز يكسبوا بس انت مجمعهم وجاب البيت بري ومش عارف هو عامل ايه عشان ما يكسبوش في الاخر. لا يكسبوا مش فارقه كده كده القسم ده كله يعني في الزباله فهم يكسبوا احسن يعني. لا دخلتهم حلو ماشي. طيب بقى انا مش هستر عليك وانزلها عادي. الماتش ده ناس كتيره شفته ولا ما شفتوش؟ لا بس بسلك وخلاص. الماتش ده ناس كتير متضايقه منه بس ما عدا انا الصراحه. انا ده انت من غير ما نبص فيه لوجان بول عشان ياكل فيجن مع سبيد. لوجان بول واوستن سيري وسبيد ضد الاسس مع الي نايت جي وجيمي والي نايت. الماتش ده يعني بناؤه كان احسن من بناء راندي وكودي. يعني صراحه والي نايت يروح الستريم بتاع سبيد نكمل بناء عداوه هناك في شغل. عارف انا حاسس العداوه اللي كانت لو اخرت وقتها من بدري شويه كانت تبقى احلى يعني. هيبقى في باك اند فورث كتير لان هو مفيش حرفيا هي مفيش غير الرول النهارده بس هيزودوا لقطه عليها وخلاص. سبيد نط من فوق الي نايت. ناس كتير متضايقه ان ليه سبيد يبقى في راس المنيا مش عارف ايه. هو مش واخد ماتش كامل. هو لا انا شايف عادي سبيد ان هو اثليت. هو بيصارع على فكره يعني بيتمرن من بقاله حبه. وراح اللي هو ايفوليوشن لعب ضد جوبر وراندي هو كان اللي بيعلمه فعنده يعني احسن من جيلي رول وبات. انا عنديش مشكله. بص لازم راس المانيا يبقى فيها سيلبرتي. لو هتخلي السيلبرتيز بينا ما عنديش مشكله معاه. في ناس ما بيحبوش عشان بهرج وبتاع بس انا محمد بني كان حلو. ايوه هو انترتينر وفي نفس الوقت هو فعلا اثليت مش حد بكرش فاهم وفعلا بيتمرن يعمل لك واحد باك فليب بفروت واي نوت. وكمان هو مش واخد ماتش لوحده وهو معاك 5 تانيين يشيلوه فاهم. لا فجميل يعني. فيجن هيكسبوا جميل سبيد عشان يخسر. هو فيجن ما سبيد مع الفيجن ماشي. مش عارف انا سبيد فين اصلا. الله لا سيبها. فسبيد والفيجن هيكسبوا وللاسف مش للاسف هي هتتحرق بجد وسخ. اللي نايت والاسس يخسر. دول يستحقوا الموت عامه. يجي لي ضد بيكلين والله اللي بنقتل فشخ. ده المره 17 لعبوا مع بعض. ايوه ده كده تاكشتا وكده كده اوميجا والصيني والكرتون الياباني. علي قصده على كده على ايجي لي وبيكلينش. ماتش من الماتشات اللي في اول اليوم اللي فيه بناء بجد ان هو عداوه قديمه بترجع ايجي لي بعد اكتر من 10 سنين من الاعتزال. بيكلينش بتتحداها بيلعبوا اول ماتش ليهم في ريسيت بلوزه بتكسب بالاستسلام ايجي لي. بعدين بتلعب تاني ضدها في وور جيمز برضه بتكسبها بالاستسلام ثاني مره كانت 2-0. وبعدين بتلعبها في اليمينيشن تشامبر لقب القارات وبتكسبها برضه 3-0 عداوه من طرف واحد. البطله ايه البناء الحلو في كده ما تكسب. بتهاجمها تاني بيكلينش وبتعلن تحديها ليها للمره الرابعه. معلش يا علي بقى معلش يا علي نرجع تاني يا علي معلش يا علي نرجع ورا تاني نرجع توقعك لماتش ايجي لي بيكلينش وعيله بعد ما خلصنا البناء القوي؟ هي دخلت فيها هاتريك ولازم تجيب جول يعني عشان حفظ مع الوقت. انا شايف كده وشايف ان يعني بيكي لينش هتعرف تقدم فتره احسن بالاي سي تايتل لان هي فعلا فول تايمر موجوده بعكس ايجي لي يعني كنا بنلعب شويه خلاص خلصت فاهم. فانا شايف كده برضو. فبيكي لينش هي اللي هتكسب وتبقى بطله اي سي جديده. لا انت كنت تلاقي قارات يعني اللي عشان اقول لك اي سي لو زود حرف الاي بعديها هيطرح علي. يلا بقى اطلع لي على المين ايفنت بسرعه. كودي ضد راندي. يا الله كنت العظمه يا. عايز تبقى هيل عور راندي. عايز تبقى هيل ناجح جامد عور كودي عور راندي. لو انت هيل ومزنوق في عداوه عور راندي يا عم كودي عور راندي عور ياسر عور راندي. لو انت هيل ومزنوق في عور راندي. لو انت هيل ومزنوق في عداوه عور ياسر عشان لابس شيرت كودي. لو انت هيل ومزنوق في عداوه عور كودي. ولو انت ما عندكش مفيش اي حاجه في دماغك هات لك واحد بتاع امريكا فوتبول يتكلم مكانك ويلبس نظاره شمس. وايه الخير اللي انتوا فيه ده؟ الخير اللي انتوا فيه ده انا بلعب فيه بس الخرا معاك بطاقه
انك تاخد معاك واحد سليب. السليب اللي هتاخده ده مين؟ ترافيس ابو كلانت. لا فكره برضه نجيب واحد سليب ما يعرفش يعمل اي حاجه في المصارعه وتضرب مصارعه والمصارع ده يتضرب، ده كده الريتنج بتاع السليب مثلا 60، المصارع ده بيضربه 95 ما اعرفش يعكسها ازاي وبيشتم هو الجمهور. ما عملش حاجه يا مقيحين يا مقيحين ما معكوش فلوس. 20% خصم عشان تيجوا يا مقيحين. 25 ياسر 5 من عندي ياسر. بقت 20000 ناقص من 25% بقت 21000 كام؟ 15000. 25 plus 5 30 plus 9 15000. ما انا لو معايا تدفع $750 يا زود شويه يعني ما فرقتش يعني. مش فارق معايا ال 25%. وفرت لي كده انت يعني. هجيب بيهم هوت دوج لحم خنزير. مش فاهم. سمعت ان هو السقف مثلا اللي هو بتاع اللي فيه الشغال ده يقع عليهم هم الاثنين مش هنجيب كل حاجه. من اول البسيط ما بين كودي وراندي ماتش المش تشامبر هم اخر اثنين يخش درو يساعد راندي شويه فراندي يضرب درو اركيو فمش عارف ايه اللي يحصل فراندي يستغل الفرصه ويعد على كودي ويكسب بكده ان هو مصنف الاول على لقب كودرو. فايه اللي يحصل برضه عشان كودي في المين ايفنت كودي لازم يكسب درو في سماك داون عشان يلعب راندي برضه. فبقى ايه خلاص بقى انا كسبت بطريقه نظيفه يا باشا وانت كسبت بطريقه نظيفه حبايب انا انت المنتور بتاعي انا التلميذ معلم تلميذ راندي قلب هيل ضرب في الحنكلولو وفي الروز صغنن واخد اركيو كسر بيه الترابيزه كلام جميل لحد دلوقتي ماشي. تطلع بقى سماك داون اللي بعد ايه مبررك يا راندي الكلام ده؟ والله يا جدعان ما اعرف. انا طالع كده كنتش فاكر انا بقى هيل ازاي والله قاعد كده على كرسي لما عمل الكرسي وقعد عليه الناحيه الثانيه اللي هو خلاص انا كده هيل فاهم. البناء مش معدول. العداوه مش حلوه نعمل مفيش ايه؟ فلوس نعمل ده ايه؟ كده بناء ما بنبيعش اليوم الاولاني مش عايز يتباع نعمل ايه؟ ده احنا معانا كودي وراندي حاطينهم مع بعض يفكروا المفروض يفكروا في الليجاسي يجوا ناحيه الليجاسي شويه والله انا ما عنديش مشكله وما تجيليش كده على جنب. تعالى من ناحيه ايه بقى؟ ان انت كنت زمان بتقعد تضربني تغدر بيا ضربت ابويا بالقلم انت ابن كلب وانا حلو ده فيجي منه كتير كلام حلو ده. عملوا مشكله عملوا ايه بقى؟ جابوا واحد بتاع امريكان فوتبول ما حدش عارفه يعني حدانا عندنا حدا الافارق ما حدش عارفه حدا الصفر حدانا وحدا اوروبا مفيش اي حد مهتم ببت مخافي ده غير بتوع امريكا بس. وهم بتوع امريكا نفسهم مش مهتمين يعني انت لو شفت الاي دبليو سي بتاعهم وشفت سانتي وشفت الناس دي كلهم ميتين ضحك على اللي بيحصل. انت ليه بتعمل كده؟ انت ليه جايب لي الراجل ده وحشه في العداوه؟ انت دلوقتي هتبيع هو بول هيبر عشان تحطوا لي عشان يتكلم مكان راندي ايه الهبل ده؟ يعني انت دلوقتي هتبيع بات مكافي في السعوديه لا محدش مهتم. هتبيعه في اوروبا في ايطاليا وبريطانيا محدش مهتم بيه ان هو ما بيتفرجوش على امريكان فوتبول. انت لما كنت بتعجن لي كودي كل راس المانيا كانت من الزاروك كانت منطقيه جميله. ده زاروك ده يعمل اللي هو عايزه ده هو فعلا بيزعل الحكم. اما ترافيس سكوت السنه اللي فاتت والسنه دي بات مكافيه انت ايه يا عم الخرا انت اللي بتعمله ده بجد؟ انت لازم تراجع نفسك بجد. مين ده؟ بتكلم مين؟ انا بكلم ما اعرفش يا اصحابي يا اصدقائي انتوا واخدين بالكم قبل راس المنيا عشان التذاكر تتباع القضيه بتفتح تاني. القضيه بتاعت الاتجار بالقطط بتفتح تاني واي ده معايا سكرين شوتات وهزعها اي ده انا معايا حاجات وهقولها اي. انتوا مش واخدين بالكم بحاجه؟ مش واخدين بالكم ان احنا عايشين تحت الارض دي بتاعتي وانا اللي سارقها. نخش بقى في الليله الثانيه من راس المانيا. فين بالر فين بالر ضد دومينيك ميستيريو. على فكره والله ولا حاجه على البناء بتاع العداوه ده كان حلو لحد ما بوظوه لحد ما حرقوه وبوظوه والله العظيم كانت ملهاش اي ثلاث لازمه. ده بقى المرحله انك وصلت من الياس انك بتحاول تبيع تركب باي طريقه حاجه تضايق جدا. انا همشي معاكم بالبناء بالراحه. البناء بيبدا من تفكك الجادجمنت داي ومشاكله مع فين بالر. لما فين بالر تحدث بونج بطريقه كلين نظيفه في بلده فبقى شويه يحس ان هو ايه بقى بيبي فيس ما بقاش يعمل حاجه يعني بيطلب مثلا من الجادجمنت داي بيطلب من دومينيك ابو دماغ كبيره ده ما حدش يخش يساعدني وانا هأدي التحدي لوحدي ومش عارف ايه 1 2 3 وقعد كذا مره يتكلم مع دومينيك يقول له لا انت خش العب لوحدك خليك راجل يسترجل شويه اعمل لك شنب احسن من كده يعني لحد ما وصلنا للحظه الخيانه لما دومينيك زق فين بالور وفين بالور بعت كده بايده العوامه بتاعت الانكس تي جولد بقى لفه بتاع بالرجل في دماغه دي. ايوه وفي الاخر تلعب ببرومو ان هو هيرجع بشخصيه الديمون وعينه اتحولت وكده ونزلوها رسميا صفحه دبليو دبليو. عارف لو كنت وقفت عند عينه حلو انا قلت ايه ده هيحصل قلت هتحصل بفتح كده التيك توك ولا الفيسبوك. توقعي الماتش ديمون طبعا صح العظيم يا رب. جيد كارجل ضد ري ريبلي. انا اختصر العداوه دي في كلمتين ماشي. هم فريقين تمام فريق دي وايو ما اعرفش هم ليه مدخلين الناس معاهم في العداوه بس يلا. والفريق بتاع جيد كارجل اللي هو ميتشن ومش عارف الثانيه مش عارف اسمها ايه البيفام. المهم الثانيه دي جيد كارجل رئيسه العصابه تمسك ايه وتعجنها ضرب تقول لها خدي عشان صاحبتك عايزه تحداني ومش عارف يعني صراحه عداوه معفنه قوي يعني بصراحه مش مهتم. ري ريبلي تكسب ان شاء الله عشان جيد كارجل ولا تنفع بطله ولا تنفع هيل ولا تنفع تلعب مصارعه ولا تنفع تطلع بشكلها كده كبنت لان تنفع بادي بيلدر. جين كارجل دي السودا
ده ماتش بدون بناء، بدون خرا، بدون حاجه تحرق الدم. ليه ما يبقاش معاهم كارميلو وهيستري بالسرات؟ انت مفيش بناء، مفيش عداوه، ليه ما تخش معاهم زياده وخلاص؟ اللي يكسب منكم هلعبوا في اللي يكسب منكم هلعبوا بعديها. طب ما تلعب معاهم يا اخي. اتوقعي وللاسف تيكو اللي ليه يا اخي ليه؟ والله يكسب. ليه؟ ما فشخينه دفعات، منفوخ نفخ السنين. ده معاه هوب ده يا عم فكك من الاغنيه. إيه؟ معاه الرابر المشهور. مع ليل ياتي. أنا مش ما حكيتش عن العداوه عشان اليخت الصغير. ليل ياتي طلع ضرب سامي زين، يعني لازم كل عداوه كده ايه، لازم كل واحد معاه سليب. الماتش اللي بعده ماتش من الماتشات المفضله ليا في راس المنيا، وان شاء الله هيبقى احسن ماتش في راس المنيا، ماتش السلالم على لقب الانتركونتيننتال. ماتش كفايه مشاركين فيه، يعني الماتش ده موجود للمتعه ولكن ليس لديه اي باك بون ولا اي حاجه. ملوش ده عادي. انا شايف ان الماتشات دي عاديه. يعني جميل. يعني كنت اتمنى يبقى في مثلا زي بطوله، يعني عموما من بدري ما اعرفش هم اتزنقوا وعملوا في الاخر. ده هيلعب ليه؟ طيب ايه العلاقه؟ انا حاسس اسمه ايه ده، بنت هو اللي مختار صحابه. والله اصل انت اعمل لي مثلا بطوله يا عم، اختارهم ماشي، بس اعمل لي بطوله كده تمشي الدنيا كامل في الاسبوعين، احشوا العروض شويه بدل القرف اللي احنا بنشوفه. اعمل لي بطوله على اللقب ده 2 ضد 2 مش عارف، يعمل لي مش شغل براكت، هم مثلا كام واحد كده وخلاص، وطلع منهم مصنفين للماتش بس، لما انت رميتهم كده. يعني انا هقول لكم الاسماء بس بسرعه عشان بنتا، جوفان ايفنز، دراجون لي، جودي ماكدونا، روسيف، وري ميستيريو. انت عندك لوتشادورز، عندك باور هاوس، هو قرد بيتنطط، عندك توقع الصراحه صعب، بس انا يعني اتوقع ان هو لسه ما يعمل حاجه بالبطوله. بنتا هيكسب لان انا مش شايف عفونيه وقوه دي. انا هلعبكم الحزام ولا انا عايز العب معاكم بس. بمناسبه دومينيك وري ميستيريو، انت شايف الريتايرمنت ماتش بتاع ري ميستيريو يبقى دومينيك ولا جونتر؟ دومينيك طبعا. اللي كان مضايقني في حوار جونتر ان هو بيريتاير اي حد، ان في ريتايرمنتس بتحصل مش منطقيه، اللي هو انا يا عم انا عايز اخر كاتل. لا في لحظات تبقى حلوه، يعني مثلا معلم وتلميذ، اب وابن. ده بيقولوا الماتش ده هيبقى افتتاح الليله الثانيه، وهو اوبا فيمي ضد بروك ليزنر. ده ماتش من الماتشات اللي متحمس لها، ناس كتير شايفين الماتش ده من احسن الماتشات اللي في راس المنيا. البناء اللي فيه بناء قديم كلاسيكي. اداب دي فوم فحوليه محدش بيتكلم، مش كده حكي في بعض. شوف مين افحل. اخر رو كراسي وترابيزات، والعرض خلص كملوا ضرب، وتاني يوم كملوا ضرب برضه، محدش طلع في اللقاء. معلش كلام كده، بيقولوا انهم لسه كملين ضرب في بعض لحد دلوقتي. السلام على الكرسي. توقعي ومن اللي شايفه من البناء اوبا يكسب، مع ان في كلام طلع ان بروك ليزنر مش عايز يخسر لحد اعتزاله، بس ما اظنش ده حقيقي. بروك تنازل على حاجات كتير في حياته، فهيتنازل واوبا يكسب. ده حط رجليه عليه. ممكن بروك يكسب فيلعب ماتش تاني سمر سلام، اوبا هو اللي يكسب فيه. يا دي يعني. نوصل للمين ايفنت بتاع الليله الثانيه، سي ام بانك ضد رومان. قعده حلوه لطيفه جميله. ده الوحيد الماتش اللي انا متحمس له الصراحه، هو ده الماتش الوحيد يعني في بناء بصراحه قوي، اخدوا وقتهم في البناء، دخلوا الاسس معاهم، دخلوا سيره الاب والام، كان بناء محترم بين الاثنين. اديكم ملخص سريع بتبتدي العداوه من رومان رينز بيكسب الرويال رامبل وبيتحدى سي ام بانك على اللقب بتاعه، وحصل بينهم يعني بروهات كتيره وكلام وسب. بداوا في حاجات خفيفه كده عن الحوار الشيل، وان سي ام بانك هو ليه دور كبير ان رومان رينز يبقى رومان رينز، وان رومان رينز قاعد يكلم بانك يقول له انت عجوز، انت مش عارف، انت هربت، انت مشيت. بس حد قال له تدخين برضه، مات ماكافي قال له تدخين، وسي ام بانك قاعد يتكلم على رومان، قال له انا هدفنك منفوخ جنب ابوك. انا خليني صريح، العداوه من ناحيه البرومات ومين بانك كسر الثاني. هو سيم بانك ريح رومان، كان كويس. سيم بانك طلع في كذا برومو لوحده، كان شايل عداوه قوي، كان نافخ بجد. رومان رينز زي ما هو منفوخ. رومان رينز ده لو كان في اي شركه ثانيه او اي اداره مختلفه ما كان ما طلعش بره الميد كارد. لا ميد كارد من فوق. اخر حاجه في السوبر ستار كان اخد لقب عالم واحد، مش واخد لي فوق الثمانيه ريسل مين ايفنت. جابت سيره بات ماكافي. سيم بانك بعد ما خلص تهزيق في رومان جاب سيره بات ماكافي وقال له انت ايه اللي جابك هنا، وان انت اصلا الشركه الام والايجنت اللي جايبك. قال له وجايبك المفروض تبيع تذاكر ايه؟ حد عارفك لو عايز تبيع تذاكر بجد خفض الاسعار. سماك داون اللي بعده خفض الاسعار. توقعي الماتش ده على فكره، الماتش ده توقعه صعب وتوقعه يبني قدام. دلوقتي انت عندك سيم بانك كان طلع عليه كلام ان هو بيكبر التالنتس من الاخر. طب انت لو خسرت قدام رومان ايه الفايده؟ ان رومان ياخده ويخش في عداوه. هل برون بريكر يبقى الاحسن ياخدها من سيم بانك ولا ياخدها من رومان؟
صعب. بس انت لو رومان كسب فهيخش بقى مع سكه الفيجن ان انت تبقى انت البطل عرض الرو، فاحنا فريق الرو فكده فتعالى لي. انا مشكلتي الوحيده مع رومان لو كسب اللقب ان هو مش هيظهر بيه زي ما سين بانك. سين بانك بيطلع كل اسبوع، ما كانش بيدافع كتير عن اللقب لان سنه وكل حاجه، بس كان بيطلع على الأقل كل اسبوع كان بطل متواجد. رومان رينز لو كسبه هيكبر من اللقب، هيخليه اكبر، هيخلي اللحظه بتاعت النجم اللي لما يكسب رومان رينز دي يلمع فيها. بس هنقعد فتره ركود وحشه جدا. انا شايف ان هو وقت مناسب ان سين بانك يخسر لقب، لان هو انت لو ما خسرتوش دلوقتي تخسره امتى؟ اتمنى ان الماتش ما يكملش، ودي حاجه صعبه، ازاي؟ او بعديه يخش حد يتحداه على طول، اي حاجات زي دي. حد يصف الشنطه. شنطه دي لا، اتمنى لو رومان كسب يخش برون بريكر ويتحدى رومان او يعمل اي حاجه، يعمل اي نوش. ياخدوا سبيره ولا اي حاجه، يكون رجع من الاصابه ياخدوا سبيره. يا ريت، لان انا مش شايف حد يستاهل اللقب حاليا في الرو غير برون بريكر. انت بالنسبه لك مين احسن يكسب اللقب، من رومان رينز ولا سين بانك؟ انا بالنسبه لي رومان رينز هتبقى لحظه اقوى، ده توقعي يعني رومان رينز يكسب. انت يا بايلو؟ انا بحب سين بانك وعايز سين بانك يكسب. اتمنى يكون الفيديو عجبكم. لو عجبكم الفيديو ما تنسوش تعملوا لايك وكومنت وسبسكرايب، وتقولوا لنا توقعاتكم طبعا في الكومنتات، وهنرد عليكم كلكم. انا برد عليه ما بردش اقسم بالله هو اللي برد. والله برد. انا اسمي درويش. هبقى اكتب الكومنت بتاعي بين قوسين ياسر. اشوف وشك بخير. تدريجة راحت. يا بدأ في